السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ في مجتمع البي سي والجيمرز يعني بيبقى في حاجة اسمها الهبد بالنسبة لمجتمع الجيمرز والبي سي دي حاجة عادية قوي بتحصل كل يوم لما اي حد بيتكلم في اي حاجة مش عارفها. يعني مثلا انا واحد مش فاهم في البي سي، ففجأة كده طلعت لك فبقول لك انك لو دوست على زرار الباور في البي سي في 2025 البي سي بتاعك مش هيقوم تاني ومش هيشتغل. ده هبد ليه؟ لان لا يستند الى حقيقه علميه. الكلام ده كان في التسعينات والثمانينات، لكن حاليا احنا في 2025 فما ينفعش الكلام ده. دي مثلا ظاهره من اللي بيتقال يعني للبي سي عامه وفي حق البي سي، الخرافات اللي بتتقال. تمام، ففي الفيديو ده احنا هنقول الخرافات اللي كانت بتتقال عن البي سي بس هنصححها بقى. طبعا كان في جزء اول من الفيديو ده هحط لكم في الاي اللي فوق هنا. تمام، لو ما اتفرجتش عليه روح اتفرج، لان يعتبر في نص المعلومات، يعني النص ده في نص هنا وفي نص في الفيديو الاولاني. تمام، بس قبل ما نبدا الفيديو بقى يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدا ونخش في اول خرافه معانا. ان الفرق ما بين الاتش دي دي والاس اس دي بسيط. احب اقول لك يا صديقي ان الاس اس دي اقوى من الاتش دي دي ب 10 اضعاف ان لم يكن 100 بالنسبه لي. لانك حرفيا لو انت متعود على الاتش دي دي اللي هو الهارد ديسك، يعني اللي مش عارف الهارد ديسك ده اللي هو المساحه التخزينيه بتاعت الجهاز بتاعك، تمام، وما جبتش اس اس دي قبل كده اللي هو سان ديسك، انت فايتك نص عمرك، او انت كده ما جربتش البي سي عامه. لان البي سي من غير اس اس دي هو مش شغال. انت متخيل؟ يعني الاس اس دي يعتبر الروح النابضه للبي سي بتاعك. يعني انت مثلا لو بتشتغل على سرعه واحد على البي سي بتاعك، يعني لما بتشتغل على الاس اس دي بقى هتلاقي السرعه بقت في 10 في 20 في 30. اذا كانت لما بتفتح جوجل كروم، اذا كانت لما بتفتح اي فيديو، حتى في المونتاج ذات نفسه ممكن يفيدك الموضوع ده في اي حاجه. السلاسه بتاعت البرامج وكده الاس اس دي اقوى منه بفرق ملحوظ، وبتلاحظ الكلام ده قوي 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 يعني لما بتيجي يشغل البي سي بتاعك او بتشغل ويندوز عامه، بتعمل تيرن اون، يعني بيشتغل في اقل من دقيقه، في حين ان الاتش دي دي تمام بيقعد يجي 10 دقايق او ربع ساعه. انا فاكر قبل ما اجرب الاس اس دي، انا اقعد اتلخبط كتير، انا فاكر قبل ما اجرب الاس اس دي يا جماعه كنت عايش في ضنك. يعني كنت بفتح البي سي ده غير مرتين ثلاثه في الاسبوع. لكن بعد ما جبت الاس اس دي كنت جايب السان ديسك اللي هو الكينجستون 480 جيجا، تمام، سرعته بتتخطى ال 100 ميجا عامه. يا جماعه انا كده عارفين انتوا فلاش البي سي بيشتغل ويطفي ويخش البرامج اللي انا كنت اخشها في 5 دقايق بقت تخش في ثانيتين ثلاثه. فانت حرفيا ما تجيبش، لو انت عندك تجميع ما تجيبش اتش دي دي وجيب اس اس دي. دي النصيحه الذهبيه اللي بقول لاي حد عامه لما يجي يكلمني في حوار التخزين وكده. خش بقى الخرافه الثانيه، ان كروت نيفيديا هي كويسه لكن كروت اي ام دي ضعيفه. يا جماعه الكلام ده كان زمان ايام الراديون بقى 7 اللي هو من 2013، لكن حاليا مفيش الكلام ده. كروت نيفيديا واي ام دي متقاربين قوي، ان لم تكن اي ام دي افضل في حاجات معينه. يعني على ما اظن الكارت الار اكس 7900 اكس تي اكس احسن من الار تي اكس 4070 او متقارب منه، يعني الاثنين في نفس الفئه السعريه، او ممكن الار اكس 7900 يبقى اقل منه في الفئه السعريه. يا جماعه كلام ان اي ام دي كروتها بتسخن، كروتها بتعمل زي الار اكس 570 وكده، وحوار التعدين في الكروت دي مستحيل. احنا تطورنا لدرجه ان اي ام دي بقت عندها سيستم كده معين للتعدين، ما ينفعش كروتها تعدل مش زي كده الار اكس 570 وكده. لا الموضوع ده قل قوي 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 للي خايف من اي ام دي علشان التعدين بقى، ان هي كروت الار اكس كانت متعدنه، فاكيد الكروت الار اكس الجديده هتبقى متعدنه. لا 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 لا, لا كروت اي ام دي يا جماعه الصراحه انا جربت كارت منهم، يا جماعه الكروت دي فل قوي، يعني بتنافس كروت الهاي اند بتاعت نيفيديا زي الار تي اكس 4070 و80 و60. متخيلين؟ يعني اي ام دي عامه اهتمت بالكروت بتاعتها لدرجه ان هي بقت تنافس الحاجات دي في نيفيديا. زمان يعني كنت هقول لك نيفيديا الوحشه، لكن حاليا اي ام دي بقت محتله المجال عامه، اذا كان في مجال الكروت الشاشه او مجال السي بي يو اللي هو المعالجات وكده. لانكم لو مش عارفين يعني اي ام دي تمتلك رايزن، يعني رايزن هي اي ام دي واي ام دي هي رايزن، تمام، للي مش عارف يعني. فالمهم الفروق بتبقى بسيطه قوي لو انت حطيت الكارتين جنب بعض عامه، ولو لقيت الكارت ده تمام متوفر في الاسواق هات. يعني كارت من اي ام دي في نفس اداء الار تي اكس مثلا 2060 3060، اي كارت انت نفسك فيه في نفس الاداء بتاعه لا هاته. اي ام دي جامده يا جماعه والله، يعني انا بشجع اي حد يجيب اي ام دي عامه. يعني خش في ثالث واكبر هبده شفتها في حياتي في مجال الهاردوير عامه،
عامه انك كل ما تحط معجون حراري اكتر التبريد بيبقى افضل. في ناس بتصب المعجون الحراري كانه سلطه الطحينه على المعالج وهي مش عارفه هو بيعمل ايه. باختصار شديد المعجون دوره ان يملى الفراغات بين المعالج والمشتت، للي ما يعرفش ايه المشتت اللي هو المروحه اللي فوق اللي بتبرد وكده. المهم المعجون الحراري اللي انت بتحطه ده بيعمل طبقه عازله ما بينهم هما الاتنين، بس بقى لو زودت الكميه بيحصل تسريب وبيتسبب في عزل بدل ما يساعد. يعني انت هتعزل المعالج عن عامه المروحه، انت متخيل؟ وده ممكن يبوظ البورده كمان، يعني فالمعالج بيبقى في تسريب، فالبورده كلها عامه هينزل عليها المعجون، فالمعجون هيعمل ايه في البورده كلها؟ ممكن يبوظها، ده طبيعي. فانت تكون خسرت التجميعه كلها علشان زودت شويه معجون حراري. انت بتتكلم جد؟ لو مش عارف الكميه اللي هتحطها عامه ممكن تحط اللي هو قد حبه الرز، اللي هو سنتي، اقل من سنتي كمان، فاهمني؟ مش بالكتره زي ما قلنا، لكن هو مفعوله ثابت. يعني انت لو حطيت سنتي زي 2 زي 5 زي 10 يعني مش هيفرق، مش هيبرد لك المعالج اكيد يعني. فيعني حط المعلومه دي في دماغك. خش بقى في اخر هبده معانا، انك لو فتحت الكيسه من غير جوانتي او مثلا ما كنتش واقف على حاجه خشب وكده، انت يا اما هتتكهرب يا اما هتبوظ حاجه في البي سي بتاعك. اهالينا زمان ولحد دلوقتي كانوا بيقولوا انك لازم تلبس جوانتي او مثلا تقف على حاجه خشب علشان ما تتكهربش او ما تتصعقش من البي سي بتاعك او ممكن تبوظ حاجه. بصوا يا جماعه بكل بساطه في حاجه اسمها كهرباء ساكنه، ممكن تضر بعض القطع الحساسه فعلا، لكن الموضوع مش بالخطر اللي انتم متخيلينه. يعني الحل بسيط، قبل ما تلمس اي قطعه جوه الكيسه المس اي معدن في الكيسه ذات نفسها او في المكتب، كده بتفرغ اي شحنه. تمام؟ ولو انت شغال في حاجه او كده في حته فيها سجاد كتير او شحنات كتير، الشحنات الكهربائيه يعني وكده، يا ريت تلبس جوانتي، لان الموضوع ممكن يبقى خطير على الكيسه مش عليك. يعني انت مش هتتكهرب بقى ومش هتموت، يعني حتى لو اتكهربت انت مش هتموت، انت هتحس بلسعه خفيفه. يعني عارف انت لما بتبقى مشغل الشاحن يو اس بي تايب سي تمام وتيجي تجسه كده فتتكهرب، انت مش مستغرب انت بتتكهرب ليه؟ لا ده انت بتتكهرب بسبب ان الكهرباء مباشر جالك، بس انت بتموت من الكهرباء دي اكيد لا يعني. يا رب. فالمهم يا جماعه دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا، ودي كانت هبدات كده جمعتها، وعلى ما اظن مفيش هبدات تاني، ولو في هبدات تاني يعني يا ريت تقولوا لي في الكومنتات، ممكن اجيبها في الفيديو الجاي ان شاء الله. بس بقى ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا بيس.